في طبيب بيدعي على أستاذه اللي مات على الملأ قدام الناس. حاجة بجد تخض. ممكن تكون اتظلمت، ممكن تكون اتقهرت، وده بيكون وجع حقيقي، وجع بيتبلع وما بينبلعش. اللي انت شايفه ظلم ممكن يكون حقيقي، وممكن يكون سوء فهم كبير. حتى لو مش قادر تسامح، خليك أرقى من إنك تفضح. السوشيال ميديا مش قاعة محكمة ولا ساحة اعتراف. السوشيال ميديا ساحة ضوضاء، ولو رميت فيها الوجع ممكن يرجع لك سخرية أو لايكات مزيفة، بس عمرك ما هتاخد منها راحة قلب. أنا مش ضد إنك تحس، بس أنا ضد إن إحساسك يبقى سهام في ظهر الميت. الدعاء بينك وبين ربك، واللي ظلمك عنده رب، وأنا وإنت وهو كلنا رايحين له. ما تنسوش تقولولنا لو حد ظلمكم ومات قبل ما يردلكم حقكم، هتسامحوه ولا هتسيبوا الحساب لربنا؟ دي كانت حلقة من الترند بيقول إيه. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة.